السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب والمامز اللي ولادهم في مدارس اللغات أو المدارس الخاصة في الصف الثاني الابتدائي أو جريد 2. إن شاء الله نبدأ النهاردة نعرض لكم محتويات كتاب الباهر لكونكت بلس. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين معانا الكتاب عبارة نازل في شكل كتابين، كتاب الشرح وكتاب الفاينل ريفيجن. تعالوا مع بعض نبدأ بكتاب الشرح ونشوف الوحدة الأولى عرضها ازاي عشان نعرف بقية الوحدات عرضها لنا ازاي. اما بنفتح الكتاب بنلاقي جايب لنا اول المحتويات بتاعه الكتاب، جايب لي يونت 1 و 2 و 3 في الفكره الاولى، وبعدين جايب لي نون فيكشن ريدر القصه الواقعيه او القصه الحقيقيه، وبعدين جايب لي الفكره الثانيه عباره عن الوحده الرابعه والخامسه والسادسه، وبعدين فيكشن ريدر القصه بقى اللي بتبقى القصه الخياليه، وبعدين بدأ يكلم لي هنا عن remember نتذكر الكلمات المهمة اللي أخدناها السنة اللي فاتت. زي ما انتم شايفين معانا اهو، كل دي مراجعة وتدريبات على المراجعة، وبعدين جزئية الفونكس برضو جاي بيفكرنا بيها وعمل تدريبات عليها activities اهي، وبعدين بيبدأ الفكرة الأولى بيعرض فيها اليونت 1. أول حاجة عندي زي ما انتم شايفين معايا بيبدأ يجيب اليونت 1 ready get set go، جاهز واستعد وانطلق، دي يونت 1. طيب جايب أول حاجة يونت 1 الأوبجكتيفز الأهداف بتاعته، جايب بقى الدروس كذا درس فيه اهو، في 11 lesson 11 درس 11 lessons، وبعدين جايب لي هنا عارض لي الدرس الأول جايب عبارة عن listening and reading استماع وقراءة، وجايب هنا الكلمات المهمة. طيب بعد كده بدأ يجيب لي هنا جزئية برضو listen read and role play وتتبادل الأدوار اهو زي ما انتم شايفين بيكملها، وبعدين جاب عليها activities او تدريبات على الجزئية اللي شرحها. دخل بعد كده في الدرسين التاني والتالت بيتكلموا على language use وجزئية ماس كمان والسي ال اي ال. تعالوا كده نشوف جايب ايه الكلمات اهي، وبعدين جزئية الماس، وبعدين الاخبار telling the time اللي هو نقول عن الوقت، ازاي اقول عن الوقت. بعد كده هنا بيبدأ يقول لي look and say، وبعدين جزئية اللانجوج بيتكلم عن the present simple tense، وبعدين بدأ يجيب activities على الدرسين دول. احنا كل ده ما زلنا في الوحدة الأولى، قلنا ان الوحدة الواحدة بتبقى عبارة عن كذا درس اهو، كل دي تدريبات اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين دخل في lessons 4 and 5 برضو درسين الرابع والخامس، عرض الحاجات المهمة اللي فيه جزئية اللانجوج كمان، وبعدين هنا جاب النوت ملاحظات، وبعدين يبدأ أسئلة عليها اهو كمان activities، وبرضو عرض الدرسين السادس والثامن وجزئية الرايتنج كتابة وجزئية الاكتيفيتيز عليها، وبعدين دخل في الدرسين التاسع والعاشر برضو الكلمات المهمة بتاعتهم اهو، وبعدين الاكتيفيتيز عليها، و lesson 11 الدرس ال11 كلماته ازاي اقدم العروض اللي هي making offers اهي، وبعدين الاكتيفيتيز أنشطة على الجزئية دي، وبعدين عمل مراجعة على الوحدة الأولى ككل اهو، وبعد ما عمل المراجعة بدأ يجيب التدريبات على الوحدة الأولى بالدروس بتاعتها كلها، وبعدين بعد ما بيخلص بيدخل على يونت 2 الوحدة التانية برضو بيتناولها بنفس الطريقة دي اهو زي ما شرحنا الوحدة الأولى. بعد ما بيخلص الثلاث وحدات الأولى بيجيب ريفيو، تبدأ هنا مراجعة عليها أسئلة اهي، بيعمل مراجعة على الثلاث وحدات، وبعدين بيبدأ يجيب الحدوتة أو النون فيكشن ريدر وبيتكلم عنها. تعالوا نشوف عرضها ازاي اهو. في الأول عرض الانيمالز in the wild اهو حيوانات في البرية، وبعدين بيبدأ يدخل في سيم 2 الفكرة التانية the world around me العالم من حولي، بيتناول في يونت 4 تناول يونت 4 و5 و6، بيبدأ يدخل هنا في ريفيو 2
المراجعة التانية وعلى الفكرة التانية اللي في المنهج اهو، ويبدأ يعمل عليها اسئلة. وبعدين في اكتيفيتي بقى، كل دي اسئلة. وبعدين بيبدأ يجيب الستوري بتتكلم عن ذا جينجر بريد مان، اللي هو رجل كعكة الزنجبيل. بيبدأ يتكلم عن الشخصيات، بيعرض لنا القصة ازاي بقى. بيبقى الأول فيه الستوري، جايب الكاركترز بتاعتها، وبعدين بدأ يعرض لنا القصة زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين بعد ما عرض جزء من القصة بدأ يجيب بعد كده أسئلة على القصة. بعدين بيعرض جزئية تانية ويجيب أسئلة عليها، والجزئية الخاتمة برضو يجيب أسئلة على القصة لغاية لما بيوصل لآخر الكتاب وبيختم بالأسئلة على القصة، وكمان فيها الأنسرز أو الإجابات موجودة. طيب ده بالنسبة لكتاب الشرح. تعالوا بقى نشوف بالنسبة لكتاب فاينل ريفيجن، هنشوف اللي هو بالنسبة لكونكت بلس لجريد 2، هنشوفه برضو من جوه محتواه عامل ازاي. اما بنفتح كتاب الفاينل ريفيجن بنلاقيه عامل لنا مراجعة على يونت 1. بيقول لي هنا الكلمات المهمة اللي فيه زي ما انتم شايفين معانا. وبعدين بعد كده جاب لي جزئية اللانجوج المهمة برضو، كل ده على الوحدة الأولى ككل بقى. وجاب جزئية الجرامر الخاصة ب the present simple tense زي ما انتم شايفين. وبعدين بدأ يجيب تدريبات عليها اهو، كل دي تدريبات. وبعد ما خلص يونت 1 بتدريباته بدأ يجيب على يونت 2 برضو ويجيب تدريبات عليه. بعد ما بيخلص مراجعة على الوحدات ويخلص لغاية الوحدة السادسة بيبدأ بعد كده يعمل اكتيفيتي تدريبات. أنا عامل كذا تدريب، ده من أول التدريب الأول لغاية لما وصل السابع التاسع. هنشوف واصل لغاية فين، 10 وال11 والتدريب ال12. يبقى عامل 12 تدريبات. وبعدين عامل بعد كده إجابات الكتاب من ورا اهو زي ما انتم شايفين، دي كلها إجابات على الكتاب لغاية آخر الكتاب. في نهاية الفيديو بنكون عرضنا لكم جريد 2 التانية ابتدائي لكتاب الباهر كونكت بلس. دمتم في أمان الله.